البعد الخارجي في المشهد. اولا في طبعا دراسات كثيره جدا وتوجه غربي بافشال الاسلاميين في السلطه، وده كلام ليس يعني كلاما هوائيا، ده كلام اتكلم بيه جراهام فولر، اتكلم بيه ماكس فيبر، اتكلم بيه كلنا، حتى هيكل كان بيتكلم في تعليقه على ما حدث في الجزائر في 91 انه الاسلاميين سيفشلوا شاءوا ام ابوا. اذا هناك في محاوله لافشال وتفشيل الاسلاميين في السلطه. بناء على ذلك تأتي المحاولات الخارجية وتأتي المحاولات الداخلية وتأتي كل هذه القوى لكي تجتمع على تفشيل. احنا بنتكلم، الأستاذ أكمل بيقول ما فيش حد ينادي بإسقاط مرسي. كمال خليل واليساريين والاشتراكيين الثوريين بينادي بإسقاط مرسي من شهر 8 اللي فات، من شهر 8 يعني بعد توليد شهر. مش ما فيش حد، بقول بنص. ماشي، انا بقول لحضرتك وبالتالي لا انا بتكلم مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم على قوى تريد. بيتكلم على الحزب الذي طبعا ولكن هناك مطالبات من بعض القوى السياسيه. لا ده مطالبات من منذ ترضى عن اداء الرئيس. يعني هناك قوى، هناك بسبب الاعلان الدستوري. هناك قوى صراعها مع الاخوان ليس صراعا سياسيا، هناك قوى صراعها مع الاخوان صراعا وجوديا، ودي لازم نحطها في الاعتبار. اللي انا عاوز اعلق على موقف دكتور محمد البرادعي، لانه موقف الدكتور محمد البرادعي هو موقف داخلي مرتبط بالخارج. النهارده كان في حوار مع الرويترز، والنهارده حوار مع المصري اليوم، ونقل في العربيه .net مقال مهم او مقال بيطلب بتدخل الجيش لضبط الامن والسلام وتحمله المسؤوليه الوطنيه، وهذه كارثه من الكوارث. دكتور محمد برادعي بينادي بدولة مدنية، بيطالب بتدخل العسكر مرة أخرى لكي يحكموا البلد، والثورة أصلا قامت لإسقاط حكم العسكر، لأنه حسني مبارك كان بس بدلة مدنية لحكومة عسكرية. مش كده؟ لا لسه يعني قدام حضرتك قد إيه؟ لا خلاص، بس عاوز أكمل النقطة بتاعت الدكتور محمد برادعي. اتفضل. دكتور محمد برادعي بيلعب دور خطير جدا لإرجاع العسكر، وده عار على الثوار وعار على كل من يقف معه في مواجهة محمد مرسي بهذه الطريقة. ممكن تواجه محمد مرسي بأي شكل، بأي انتقد كما شئت، لكن أن تطلب العسكر وأيضا تطلب التدخل الأمريكي هذه كارثة كبرى. طيب. وبالتالي اللي أنا عاوز أقوله في النهاية فضل. إنه سؤال مهم جدا عاوز أوجهه. اتفضل. هو سؤال افتراضي. فضل. لو أن الأستاذ حمدين صباحي هو الذي أصدر تلك القرارات وهو ناصري معروف، وقرارات جمال عبد الناصر أشبه بهذه القرارات بل أقوى منها 1000 مرة، ماذا سيكون الوضع؟ هل كانت الشوارع ستخرج هكذا والانتفاضات والمؤتمرات سؤال افتراضي. طيب وهو سؤال عند سؤال حضرتك. وليس